مع الكابتن عزازي حركات كرتين، والثانية والثالثة. أنا متضايق أنا متضايق أنا متضايق. نفس صورة لا حد يتكلم، صورة لا حد يتكلم. خلي يتكلم عزازي. شوف امك شوف امك. تنطيل يجي هنا واللي بتفحيط وين يجي عزازي؟ قاعد يتكلم وانتم ساكتين تفرج التفحيط. انا عارف الله شايف التنطيل، شايف التنطيل. ايوه. تدق على ابوك؟ ايش تبغى منه؟ ابوك يطلبك فلوس. يلا عزازي نطل. اذا نجي في الليل تنطل. كذاب يا اخي كذاب. اسمع، الخميس نخليها فيلم ونسهر لين الصباح، ما ننام لين ننام. انا لله الحمد اي عمل خيري لوجه الله ما اخذ عليه رسوم، لله الحمد. واغلب المشاهير زي كذا طبعا، اي عمل خيري ما ياخذون عليه رسوم. لكن امس جلطني واحد ضحك، بغيت اقول له والله ترى تخش النار. والله عشنا نمسك الظهر يدقدق ورا بعض. قلت هلا ايش في سلامات؟ قال يا ولد فلان بن فلان يبغاك. قلت والله الرجال معروف ما شاء الله. وش يبغى غامر؟ قال عنده عمل خيري ضروري. قلت ها قدمه لي بس. المهم قال لي منسق بس انا خايف يا اخي. قلت ليه خايف؟ قال يا اخي ما احس عمل خيري. قلت ليه عذب الناس ولا ايش مقطع؟ قال لي لا الحين اوريك اياه. قلت طيب ارسل. المهم وراني المقاطع، وراني الصور، اقسم بالله قاعد تضحك. يعني من جد اذا انت تبي تسوي عمل خيري حاول انك ما تطلع في الصورة، هذا لا مخليها علني. والله تخيل يا جماعة الخير ايش مسوي؟ كاتب على الصورة الرجل الخير الاول مدري شنو، وتحت هو نفسه يسلم على نفسه. بداية المقطع حاط اسمه كامل فلان بن فلان بن فلان من القبيلة الفلانية ومدري شنو، ونهاية المقطع يسلم على عمال النظافة ويمشي ويطلع في العامل يركض. والله يا جماعة الخير انا ما احب اسوي نفسي ناصح واسوي نفسي ان انا الواد المثالي واخر شيء يطلع داجر. والله لكن من جد اذا عندك عمل خيري خلي لوجه الله لا تطلع فيه. هذا صديقنا الجديد، هذا طبعا مهدد عزازي، يقول له لو ما تكون حلوة عشنك امك انا هنا. يا حلوة دنق راسك عشان اعلمك. انا كسر قزازي وقال بصير صاحبك بس يومين، شوف الحين عايش معي ما راح ولا شيء. والله عصبي يشنك، نصيحة قال لي حلوة وريح نفسك. انت الحين شفته تحسبه طفل صح؟ ترى مو طفل. دنق راسك. انا اول ما شفته احسبه طفل، قلت يا الله طفل جميل، طلع رجال. تعال ما قلت لك تعال. ترى يفكك الباب هذا ويخليك تروح وانت على بالك انك انفكيت، لا يخليك مشرد في الشوارع، يضيع مستقبل اهلك. انت بتطلع. انا كنت زيك كذا في قفص شغال في مستشفى، حياتي كانت حلوه، ضيع مستقبلي، كنت اتاخر كان يقول لي ما عليك في امه. شفت الحين اكلت تبن انذارات وخصوصا